انا جاي لك النهارده بعربيه من النوادر، عربيه فيات تمبرا موديل 92. بس العربيه دي مختلفه عن اي عربيه تمبرا انت ممكن تبقى شفتها قبل كده. اولا العربيه دي العدادات الديجيتال المواصفات الاوروبي. تمام. الحاجه التانية، العربيه دي بحاله بلادها ماشيه 120 الف كيلو، يعني انا تعالوا نتفرج على العربيه. طبعا اللي هيشوف منظر البوهيه كده هيقول لي ايه العفانه دي وايه اللي انت جايبه لنا ده. انا عايز اقول لك ان العربيه دي بوهيه شركه بره وجوه، يعني العربيه دي ما فيهاش اي حاجه، ما ترشتش خالص. يعني حتى صاحبها مش عايز يرش الحاجات الخرابيش اللي فيها دي عشان ما يبقاش العربيه اسمها رشت، فاهمني؟ هو عايز يسيبها كده زي ما هي عشان العربيه ما ترشش، تبقى حاله المصنع وحاله بلادها من بره ومن جوه، وفي الكهرباء، في الضفيره. العربيه بسم الله ما شاء الله عليها. تعالوا نبص عليها من جوه. بص حاله الفرش، حاله المصنع من قدام، بسم الله ما شاء الله. عربية 92 فيها ازاز كهرباء، يعني ونازلة على ابوها فيها ازاز كهرباء، يعني ده اختراع وقتها، فاهمني؟ اللي هو ياه. وبعدين يعني دي مش اخر حاجة، بصوا معانا جوه كده. طبعا التكييف شغال، يعني العربية مبطلة بس ما علينا. تكييفها شغال مفيش اي مشكلة. عدادات ديجيتال، ده المفروض ان هو يعني ده اللي تشيك بتاع العربية، فاهم؟ لو فتحت الكونتاك كده اه مديك ان الباب الشمال مفتوح. لو في لمبة مثلا اتحرقت ورا كلام من ده بتلاقي اللمبة دي نورت. اللي هو ايه يعني التشيك الحديث اللي بتاع العربيات الحديثة بس على قده، فاهم؟ كان سنة 92 بقى عملوه برسمة وكده. ما علينا. عداد ديجيتال. العربية عاملة 117 ألف كيلو، يعني الله أكبر عليها. متنساش تعمل لي لايك ومتابعة، وعلى فكرة العربية دي مش للبيع.